عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة بنت لاله نجية. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نطبق معكم هاد دندورة او عباءة. هذا هو الموديل. بالنسبة للجليل ولا اسفل الموديل العرض ديالو شحال 40 سنتيم، يعني 40 كنهبطوا بها حتى للاسفل، والجناب كنطلعوا ب5. اللي كتجي صيفيه مبرده غزاله صراحه، ما شاء الله تبارك الله على المصممه اللي دارت هذا الموديل. هذا زوين الموديل صراحه. انواع القماش اللي تحتاجوا الاقمشه اللي كيكونوا ولا الثوب اللي كيكون خفيف ما يكونش غليظ، يعني ديال الصيف، مثلا بحال هذا حرير اللي كيكون خفيف بزاف، او مثلا ثوب الخيط. كذلك ممكن تفصلوها في الكريب، كريب تركيا اللي كيكون فيه دوك التكماش هكذا. كاين هذا النوع، كاين نوع اخر. المهم باش ما نطولش عليكم، المهم التويبات اللي كيكونوا خفافين صافي. هادشي اللي كاين، ونبداو على بركه الله اخواتي. تحتاجوا ديال الثوب 3 متر، الطيل عاديه مويه نورمال، يعني ماشي طويله بزاف، يعني مثلا متر و40 حتى هي مزيان، ممكن تفصلها في هذا الموديل هذا يجيها مزيان. الا كانت شي وحده اللي طويله طول من هذا القياس هذا اكثر من متر و40، فمن الاحسن تاخذ 3 متر و50 سنتيم ولا 3 متر و40 سنتيم. الطول عندنا ديال الثوب هو هذا هو الطول ديال الثوب اللي شرينا، وهذا عرض ديال الثوب اللي هو متر ونص، غالبا ما كيكون متر ونص. نطوي الطول على 2، طويت الطول على 2 مثلا 3 متر، طويتها على 2، وكنجي نعاود نطويها مره اخرى بهذا الشكل هذا، بحيث ان حافه القماش ولا الحاشيه ديال الثوب تكون من هذه الجهه هذه بهذه الطريقه اخواتي. وغادي نجي لهنا نحسب 4 سنتيم هكذا، 4 سنتيم. ما غاديش نحسب يعني صافي، نحتفظ بها هذيك 4 سنتيم، نحتفظ بها هنايا هكذا. نحسب من هنا لهنا نصف عرض الكتف زائد، بلا ما نزيدو، نصف عرض الكتف وننزل ب3. حنا ما نحتاجوش هذا، ما نحتاجوش غير باش يعطيني خط ديال الصدر. دونك هنايا نحسب 8 سنتيم وننزل ب2 على حسب العنق ديال الامام ديال الخلف، عفوا الرقبه ديال الخلف. 8 في العرض هنايا في الطول باش حطينا، وكننزل ب2. ومن هنا لهنا نفس القيمه، عندي 8 غادي ننزل ب8 بهذه الطريقه هذه هكذا 8 سنتيم، ونخرج مباشره لعند هذه القيمه هذه، هذا الجزء هذا. هنا كنحدد من هنا لهنا كننزل بنصف عرض الكتف زائد 2 عفوا. من هنا لهنا نصف عرض الكتف زائد 2 سنتيم، ونسطر واحد الخط ربع. حنا ما نحتاجوش داك الربع، ولكن نحاولوا نحطوا ربع الحزام، اولا نحطوا ديريكس، نحطوا 40 سنتيم ستوندار، هذه 40 سنتيم غتهبط حتى لاسفل الموديل. 40 سنتيم هذه غير نحطها وصافي، ما غاديش نحتاجوها. 40 سنتيم قلنا نهبطوا بها حتى لاسفل الموديل هكذا بهذه الطريقه صافي. هنا خط الصدر اللي عندنا هو هذا. شنو غادي ندير؟ اول حاجه 2 سنتيم نخرج بها حتى لهنا باش نقطعها. بالنسبه لهنايا راه يكون عندنا بليه في الامام وفي الخلف. اللي ما بغاتش في الظهر، ما بغاتش فيه ديك البليكرو، ما ديرهاش، ماشي ضروري. كيفاش ما ديرهاش؟ يعني غتقسم الثوب، نرجع لكم الصوره كما كانت. غادي تجي لهنا وتقطع الثوب من هنايا هكذا وهكذا. تقدر تفصل الظهر بوحدو ما فيش بليه، والامام تكون بغيتي، ولكن من الاحسن ديروا في البليه في الظهر، كيجي المنظر ديالها جميل. كنقطعوا هاد الجهه ديال الظهر. هنا غادي نجي للنهايه ديال الثوب في هاد البلاصه هادي، وغادي نميل ب5 سنتيم ولا 4 سنتيم، نمشي مباشره لعند هاد النقطه هادي هكذا ونقطع. شفتوا معايا راه بقات هذيك 3 سنتيم بقات هنايا ياك، حيت حنا ما نحتاجوهاش. بهذه الطريقه هنايا كتحطوا القيمه اللي بغيتو بالنسبه للعرض ديالكم، القياس اللي بغيتو. مثلا بغيتو 20 غتزيدوا عليها 2 سنتيم، حق الخياطه سنتيم يمشي في هذه البلاصه اللي فيها الخياطه، وسنتيم يكون هنا في هذه الجهه صافي. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. مثلا هي هذه هنا في خط الصدر غادي تنزلوا عليه مازال ب 10 سنتيم، من هنا لهنا تنزلوا ب 10 هكذا 10 سنتيم. هذه النقطه ديال خط الصدر غتوصلوها لعند ديك القيمه بهذا الشكل هذا. ولا بغيتو تنزلوا مازال اكثر ممكن، يعني تجي العباءه بحال كيمونو، من هنا لهنا 10 ومن هنا لهنا 10. وممكن تجيبوها حتى لخط الحزام الا بغيتو، تكون احسن الا درتوها خط الحزام، ولا خليوها هنايا تكون احسن بحال الموديل اللي شفتو. ممكن هنا من هنا 10 ومن هنا لهنا ب 10 سنتيم، تلاقيوهم بهذا الشكل هذا. جينا كندورها بهذه الطريقه. غادي دابا نزول الجهه ديال الظهر اللي هي هذه، سايره فيها البليه
هادشي كامل غنطبقوا معكم على الثوب من الاحسن بلا ما نطول عليكم. هاد النقطه هذه بالنسبه للجهه ديال الامام، اول حاجه كنقطع هاد القيمه هذه هكا باش كيبان ليا شنو كندير. 8 اللي نزلت بها هنا عندي خط الصدر، نجي مباشره لخط الصدر بهذه الطريقه هذه هكذا، ونقطع هذا الجزء هذا اللي هو 4 سنتيم. ممكن ديروا 3 الا بغيتو بليه صغيره، ممكن ديروا غير 3. هنا قلنا 4 سنتيم هكذا او 3 سنتيم اللي بغيتو صافي. وغادي نكملوا دابا الطريقه نكملوها على الثوب باش تكون واضحه لكم اكثر، حيت الموديل راه ساهل واخا تشوفوا هكذاك راه ساهل. هذه كتجي عند هذه البلاصه هذه هكذا. هنا كيكون عندي الكول بهذه الطريقه هذه هكذا. هنا عندنا الكول شوميس، غادي نوري لكم كيفاش كيتفصل. هذا ديجا فصلته معكم، ولكن نفصلوا معكم بطريقه زعما مختصره دغيا كيتفصل. حاولت نرسموا لكم على واحد القطعه ديال الثوب اعاده التدوير اللي درت فيها باش نشرح لكم عليها الموديل. هنا قلنا 4 سنتيم هي هذه، هذا هو خط الصدر عندي. نزلت من هنا لهنا ب3 وخديت من هذه النقطه 3، حسبت نصف عرض الكتف زائد 2 سنتيم هي هذه. من هنا لهنا 40 سنتيم، ناقصه شي شويه ولكن المهم على حسب القطعه اللي عندي ماشي مهم. هذا هنا ملي كتكملوا نتوما الطول راه كتزيدوا يعني ديك 10 اللي شرحت لكم بلا ما نطول عليكم صافي. اهم حاجه غنركز لكم عليها هي الكول. بالنسبه للطول ديال الموديل راكم كتحطوا الطول زائد 4 سنتيم حق الخياطه. هذا ما كان القياس اللي انا كنخدم به. هاد اللي حطيتكم دابا 40 سنتيم، هذه راه الطاي ستوندار. بالنسبه عفوا نصف عرض الكتف عندي 20 سنتيم. بالنسبه لكم تخدموا نتوما بالقياس ديالكم الا بغيتوا، ولكن من الاحسن هذا القياس هذا 20 21 حتى ل 22 هي الطاي ستوندار من هنا لهنا. الله اكبر. اخواتي كيف كتشوفوا معايا راني قطعت الجهه ديال الظهر، غادي نزولوا الجهه الظهر صافي سالينا منها. بليه غادي تكون عندي هنايا، هذا راه الظهر ديال الموديل، غادي نخيط فيه تقريبا 10 سنتيم. خيطوها تكون عندنا بليكرون. كنخيط هذه البليه كنحاول نطويها بهذا الشكل هذا، يعني كنجي للمنتصف نحطو هنا ونخيط عليها، نخيطها من هنا ونرجع معكم. راه هو موجود بليكرون. غادي نجيو للجهه الامام نفصلوا ليه التبطين ديالو حتى هو حتى الجهه الخلف. دونك هنايا غادي نقطعوا هذا الجزء هذا بسم الله. هذا الجزء هذا هو خاص ما نبقاش يبقى قطع لي مازال. نقطع هذا الجزء هذا ونرجع معكم. كذلك هاد مع خط الصدر بالضبط تقريبا نقدر نخلي 1 سنتيم مثلا هكذا. نقطع هذا الجزء هذا فصل الجهه ديال الظهر. غادي نطوي هاد القيمه هذه بهذا الشكل هذا، فصل التبطين ديال الظهر بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه. بالنسبه للكتف لان هنا عندنا الكم متصل، فمن الاحسن نحسب من هنا لهنا 8 سنتيم من جهه الكتف، وهنا كذلك 8 سنتيم. ناخذ التبطين ديال الخلف نحطوه بهذه الطريقه باش ناخذ عليه القياس هنا في الجهه ديال الكتف مثلا هنايا هكذا. وهنا كذلك كنتبع لهاد الجهه الامام كامل صافي. نقطع هذا الجزء هذا. هذا الموديل كيتخدم بالباترون، حاولت نبسطوا لكم الامور. من هنا لهنا كذلك شي 8 سنتيم تقريبا باش يكون احسن. حتى هنا من هنا لهنا 8 سنتيم هكذا. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا كيفاش غنرسم التبطين باش ما يجيكمش كبير هذه القطعه هذه، غير هكذا وتمشيو مباشره لعند هاد 8 سنتيم بهذا الشكل هذا. غير حاولوا هنا ما تكونش هاد البلاصه ما تكونش رقيقه، ما تكونش صغيره، باش الكول ملي يتقلب ما يبانش لكم داك العيب ديال الخيط. هادشي اللي كان. نقطع هذا الجزء ونرجع معكم. التبطين مع الجهه ديال الظهر مع الجهه ديال الامام هكذا، الوجه على الوجه. نبداو بالكتاف هما الاولين هكذا، نخيطوهم مع بعضياتهم ونرجع معكم. التبطين نحتفظ به ونجي نخيط الامام مع الخلف. خذ هذا هو الموديل، خيطنا الكتاف هما الاولين، هذه الجهه ديال الظهر وهذه الجهه ديال الامام. غادي ناخذ التبطين اللي هو هذا ونحدد واحد نقطه في المنتصف ديال الظهر، التبطين ديال الظهر هكذا. ندير واحد الكرانه، نحاول نسرع شويه فيه بطريقه مختصره. هنا كنرسم واحد الخط وكذلك هنا واحد الخط بهذه الطريقه. هنا نديرو قل من 6 اقل من 7، غادي نديرو فيه تقريبا حنايا غير 6 سنتيم تكفي. وهنايا كذلك
6 سنتيم بهذه الطريقه. والفين كنديرو فيه 7 غير 6 سنتيم باش يجينا شويه صغير ما يكونش كبير هكذا. وغادي نجيب القطعه ديالي الموديل من هنا لهنا 6 سنتيم تقريبا، 6 ولا 5 اللي بغيتو نديرو فيه حنايا 6 سنتيم هي هذه. منتصف وكنحدد. ها نتوما شوفوا الخياطه لابد تكون الخياطه مع الخياطه في الظهر والامام. نحط هذه القطعه هذه في هذه النقطه هذه هكذا بهذا الشكل هذا، ونحط النهايه ديال الكول، نرسم واحد الخط نطلع من هنا بواحد سنتيم، ومن هنا هاد السنتيم اللي نقصها من هنا نطلع بها للفوق البلاصه، نخرج من هنا ب2 سنتيم ونجي لهنا. نسيت واحد النقطه مهمه هنا، الكول واخا سبق لي خدمته معكم معليش نحاول نختصر معكم. هنايا هنا نحدد الخلف والامام. غادي نربط هاد النقطه هذه اللي حددتها هنا، سمحوا لي ربط هاد النقطه هذه ديال 2 سنتيم مباشره مع هذه، وكذلك هاد النقطه ديال 2 نلاقيها مع هذه، مع هاد النقطه ديال 1 سنتيم اللي طلعت بيه. سمحوا لي ما كيبانش لكم مزيان. مع 1 سنتيم اللي طلعت فيها نلاقيها مع 2 سنتيم اللي خرجت بها من هنا لهنا. هادشي اللي كاين. وهذه مع هذه هكذا. سالينا الكول ديالنا غادي نقطعوا هذا الجزء هذا من هنايا تقطع الكول. باش تبغيو تفصلوه هنا ما كنخلي والو، هنا كنحطو مباشره على الحاشيه ديال الثوب. هنايا كيكون هاد البلاصه متنيه، كنفصلوا كل قطعه كتفصل بوحدها بطبيعه الحال، الثوب على اثنان، وكنفصلوا كل قطعه بوحدها بهذا الشكل هذا. هنا ضروري نخليو حق الخياطه من هنايا الدوره ديال الكول حتى لهنا، هاد البلاصه ما كنخلي والو صافي. بالنسبه للعباءه او القندوره اللي دابا خدمت معكم راه غادي تزيدوا لها باندا هنا، لان الطول ملي كنطوطو راه ما كافيش، يعني لابد تزيدوا لها واحد الباندا هنايا. نمشي نخيط الكول ديالي. غنبدا من هنا نخيط هاد البلاصه حتى لهنا، هاد الجهه تبقى مفتوحه. خيطت اخواتي الكول وقلبته هكذا. هنايا غادي نجي اخواتي لهاد النقطه المكان هذا ديال الموديل، هاد البلاصه هذه اللي حددنا ديال 6 سنتيم. 6 سنتيم هي هذه، شفتوا معايا هنا ضروري ديروا فيزلين النوع اللي كيكون رقيق. وغادي نحط الكول ديالي الوجه مع الوجه ديال الموديل بهذا الشكل، نثبتو بواحد الدبوس اولا اللي متمكنه ما تحتاجش تثبتو بطبيعه الحال من هنا حتى لهنا. هاد النقطه اللي حددناها 6 سنتيم قلت لكم اولا 5 سنتيم اللي بغيتو. من بعد ما خيطت اخواتي الكول غادي نجيب التبطين الوجه على الوجه كذلك. هذا هو الكول اللي خيطت بهذا الشكل. غادي ناخذ دابا التبطين هنا كيف شرحت لكم الكرانه اللي درناها في النصف ديال الدار هكذا، غادي نحطها بهذه الطريقه منتصف. الكول كيبقى عندنا في الوسط بهذا الشكل. كنخيط الدوره كامله حتى لهنايا. هاد القنيتات هادو ديال الفتحه كذلك الوجه على الوجه ديال الموديل، الوجه ديال التبطين على الوجه ديال الموديل. غادي نخيط هاد الدوره كامله كيف كتشوفوا معايا ديال التبطين هنايا كلشي غادي نخيطو ونرجع معكم. خواتي من بعد ما تخيطوا ضروري من الكرانه هنايا في هاد الجهه ديال الكول، في هاد القنت هذا وهذا لابد من هاد الكران هنايا. ما توصلوش عند الخيط، غير تقربوا عند الخياطه فقط بهذا الشكل هذا. الجهه الثانيه كذلك هكذا باش الخدمه ديالنا كتجينا نقيه وزوينه. وصافي هادشي اللي كاين. وغادي نقلب هاد التبطين ديالي بهذا الشكل هذا باش نفيني به. نقلب هاد الكول هذا اللي بقى عندي لداخل باش كيجينا تقريبا نفس القياس ديال هذا مع هذا. هذا الصراحه هذا الموديل باش نكونوا متفقين هذا كيتخدم بباترون، كيتفصل بالباترون ياك، ولكن انا حاولت نفصلو معكم بلا باترون مباشره. هنا اخواتي غادي تثبتوا هذه الخياطه مع هذه من هنا لهنا. هذا الظهر هذا عفوا هذا مع هذا هنا باش ما يبقاش يطلع لكم هذه القطعه ما تبقاش تطلع داك التبطين. وصافي هادشي اللي كاين. وغادي نشرح لكم كيفاش نكملوا الفصاله ديالنا عفوا الخياطه ديالنا. هنا ضروري من الميكوات باش ملي كنقلبوا الموديل كيجينا مفيني. اخوتي من بعد ما كملت بالفينيسيو يعني التبطين واخا صراحه ماشي مفيني مزيان، المهم نتوما حاولوا انكم انا شويه مزروبه وقلت نحط لكم هذا الموديل هذا. صافي هكذا بهذا الشكل هذا. هذا هو الكول ديالنا كيجي من هنايا. غادي تبعوا شنو غادي ندير دابا. الطريقه اللي جات سهله هكذا، حسب من هنا لهنا سنتيم اولا سنتيم ونص، الافضل يكون غير سنتيم يكفي هكذا، سنتيم واحد فقط. غادي نحط هاد السنتيم فوق هاد السنتيم هذا القنيت ديالو القنت. نحاول نقرب لكم الصوره
شوفوا معايا هنا راه ما قديتوش بالمكواة مزيان، نتوما حاولوا ديروه غير خدمه الزربه وصافي. المهم هذا القنت هذا غادي نجيبو لعند هذا فوق هذا السنتيم هذا بالضبط هكذا، باش نكون هذيك البليه عندي من هنايا تجي مقاده في هذه البلاصه هذه. لابد نركزوا على الكول لان هو الوجه ديال الموديل ديالنا بهذا الشكل هذا. كيتفتح الكول ديالي بهذه الطريقه، كيجيني بهذا الشكل هذا. غنحاول نبعد دابا الصوره باش تشوفوا مزيان. نثبتها بالخياطه هنا. شوفوا معايا ضروري كنأكد عليها هاد البلاصه هذه، هاد الخياطه اللي كتشوفوا هنا تكون جايه مع الخياطه نيشان مباشره حتى توصل عند هاد السنتيم هذا اللي كتشوفوا من هنا لهنا سنتيم، حتى توصل عند هاد السنتيم هكذا. ونثبتوها بالخياطه، يعني هاد البلاصه غادي نمشي نخيطها انا من هنا لهنا ونرجع معكم نخيط. لابد انكم تاكدوا هاد القنت هذا يكون مع هذا، ضروري يكونوا هادو قد بعضياتهم باش ما يكونوش عندكم ديكالاج. خواتي كان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل. كيجينا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. الكولار كيجي هكذا هنا حيت ماشي ملبوس لهذا ما كيبانش مزيان. هنا راني عوجت هذه البلاصه بقوه الزربه اللي كنزرب، كنقول باش ما نطولش الفيديو، وبالتالي يتحط ليا في يعني يتحط دغيا في اليوتيوب حيت كيتعطل بزاف ما كيبغيش ينزل لي في اليوتيوب. البليه كتجينا بهذا الشكل هذا. هنا واحد النقطه مهمه، البليه انا مازال عندي شفتو حتى لهنا ولكن ما تخيطوش نتوما حتى لهنا غير شويه تقريبا نص ديالها هكذا ولا يكفي صافي. الكول ديالنا كيجينا بهذا الشكل هنا. كيف شرحت لكم ممكن تزيدوا، يعني قلت لكم سنتيم ولا سنتيم ونص، فلا زدتو هنايا راه الكول غادي يجيكم بهذا الشكل هذا صافي. نتمنى ان شاء الله يكون واضح اخواتي. بصحتكم وراحتكم الدرس اليوم والسلام عليكم. ما تنساوش قبل ما تخرجوا لايك، ما تنساوش اللي نسى ما دارهاش في الاول يديرها. جزاكم الله خيرا. وهنا ما تنساوش هاد البلاصه هذه الا بغيتو تفينيوها من هنا وتخيطوها، يعني تكون ثابته الكول يكون ثابت، تخيطوه من هاد البلاصه هذه تنقيو البياسه ديالكم مزيان. هذا مكان وغادي نوريكم الظهر ديال القطعه كيفاش كيجينا بهذا الشكل هذا. كيجي فيه هذه البليه هذه ما كتوصف حتى شي حاجه في الدار، والموديل كيجي غزال ورائع الصراحه. السلام عليكم اخوتي بلا ما نطول عليكم.